بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأحبة ديالي. مرحبا بكم في قناتي تلك حياتي أنا بالدارجة. اليوم جبت لكم حلقة الأربعاء، غتكون حلقة جد شيقة دون أن أطيل عليكم في هذه الأثناء دي. فلنبدأ على بركة الله. البداية مع السيد أنيس غادي لعند أديبة. محمود أمير غيحاول يهرب من مهمته باش ما يشدوهاش بوليس يديوها للسجن، وهنا غيوقف لهم بالطوموبيل إرادة. الولد ديال دنيا تا هو كيسوق، غيهبطو من الطوموبيل ويتم غادي عند أنيس. السلام عليكم ولدي، كي داير؟ بخير؟ واش تتهرب الوالدة ديالك؟ الصراحة ما عنديش شي حل آخر، ما نقدرش، راه ما كتحملش هي السجن، غتموت بحال والديا ماتوا حتى هي غتموت، غتتم جاية بهار كتجري. أنا عارف داكشي اللي عشتيه مؤلم، ولكن سامحنا. المهم الذنيبة للنهاية، ما كندافعش عليها، بغيتها نهربها ولكنها أمي. لا تفعل يا أنيس، عافاك. وغتبدا مخلوعة ديك السيدة أديبة. سامحتها مرة، هاد المرة ما غنسامحهاش، هما البوليس جايين. لا يمكن. تأخر الوقت السي محمود أمير ولابسة صباعيات بحال شي قتالة، بحال باطمان. هنا تبغى تخبى وغتخرج عينيها، غتشرح السيدة أديبة من بعد هادشي للشرطة. عافاك، ما تسمحش لهم بأخذي. عافاك ولدي، عافاك. أنا ما قادة لا على حبس لا على عدس لا على قفة. الله يرضي عليك. السجن طوال حياتي غتمشي لي. طب الامر غندهز كل ما يخرج قبيلتي من اجل العائله ديالي، واحد تلو الاخر. سمعتيني نشتف عليكم كاملين ما حشمتوش. باهر ما فهمت لي في الزرواطه، وانيس بحال فيه البكيه. وهنا غيبدا يقول له ما تخافيش، ما عافاك ماما، ما ياخذونيش، اسمح ليهم ياخذوني. هو جاي اسماعيل بالسياره ديالو، تولد اسماعيل وجه الكوارث. اسماعيل قادم وجايبين واحد الكروسه، جئنا باش ناخذوها، غنحاولوا نديروا معها اقل الاداب، اقل العقوبات. لا لا، ما تخليوهاش، عافاكم. خاصها تمشي معنا الطب الشرعي، التقرير الى اخره. تا كتمثل راه ما مشلوله ما والو. يلا ناخذوها دابا، ما تركوهاش. لا تلميسوني، راه غنتشلل لوالديكم دابا. يا باهر مسكينه هي ما فاهمه والو، نوران تتشدها. عافاكم تركوني، يا رجلي. وغتبدا تبوحط عليهم، طاحت الارض. اديبه اتركوا. هنا غادي تمشي عند بنت دنيا، تمشي عندها باش تحاول تخفف عليها. هي مهمتي، اتركوني. يا روحي مؤسف، هاد المره هي العجوز غتقول لها ميسون. لا تخافي يا امي، دابا يكون على خير ان شاء الله. ما نقدرش نعيش تما، غنموت الليله غنموت، غنشرب الدم، السم ديال الطوبه. بارك كتبكي، وانيس في شي شكل كيشوف فيها. هما غاديين بكري، انت هي حريميه. لا ينتهي عملي معك، ها بلاتي عليك انيس. هادي بقى تهان، اتركوني انا لاباس عليا. وبهار كتشوف انيس بحال كتغمز وكتقول لي لا ما تدخلوهاش، زعما ما تخليهاش تحبس. هو امير اي من الحبس المستشفى، المصائب الكوارث. نوران كتشوف هذيك بنتها بهار. يتمي بالبيت حسنا، انا مشيت. يلا تي حنا نمشيو بالطوموبيله ديالنا، هاد المرسيدس الكبيره. غنتقل من مشهد اخر. هما البوليس غاديين بادي باش بوليسيات بوكوصات. محمود امير تابعهم، هو ديك اراده كتبوا لي سميتو، ما عرفتهاش، كتبوا لي في كومونتير. الولد ديال دونيا اللي سايق الطوموبيل. ارجوك غنقتل انيس انايا. علاش يدير هادشي؟ يتهمها علاش؟ شد الباطل هدايا، ومرسيدس مغطين ليها ديك البلاكه. علاش كدير هادشي؟ علاش السي؟ دخلوا الى الداخل، يلا دخلوا للبيت. هنا علاش درتي هادشي انيس؟ علاش؟ ما شتيش الحاله ديال اديبه كي دايره؟ كلشي مختلف. ديك المرأة عجوز مريضة، ما شفقتيش عليها. حشومة عليك انيس. وعلاش ما شفقتش على ماما؟ ولكن داكشي اللي في قلبي تيخرج ديما. ووالديك تيتقتلوا قدام عينيك، راه قتلاتهم هي. خاصك تفهميني، ولكن ما تقدريش تفهميني. لكن الذنب ديال بهار ما كاينش، غيدافع عليه هذاك اسماعيل. يذهبوا هداء قليلا، برد شي شويه انيس. المهم غنشوفو اسماعيل تيدافع على بهار بحال يبغي يدير معاها علاقه ولا علاقه. المهم غيضرب رومبوان وغيقعد. وفهنا اسماعيل غيبدا يدافع، وميسون تشد الغيره. هل انت بخير؟ بخير، شكرا لك، غتفرشو. وميسون كتشوف برايي ذهب وتمالك نفسك، انت يديها في راسك. ما تبقاش دير هاد الحركات هادي مع بهار، ما كنت تبسل عليها.
الصلقوط الاخر وغاديه كتمشى ديك ميسون وغنتقل لمشهد اخر. شاد التحريض درتي مده 9 اشهر بسبب مشاكل صحيه. الطب الشرعي فتره محاكمتها طليقه، المهم خصنا نحاكموها دابا، راه تحسنات الحاله ديالها، غنديوها للحبس. حسب افادتهم تم تسجيلها، المحكمه لم ترى اي مانع بقاء متهمه خارج السجن. ديك الساعه دابا غندخلوها للسجن. الاتهامات هادو اتخذ القرار بمحاكمتها، الشرطه غادي يديوها للحبس. محمود امين شداتو البكيه ويبدا عندك في ولاد دنيا. حسب الادله الجديده بحق المتهمه قرر بتقديم الدعوى وبقائها معتقله، غنديوها للحبس يعتقلوها ويديروا لها المينوط. مسكينه هادي بالها هي كتغطي في شعرها، دابا عاد كتغطيوها وما الصحافه مساخط الوالدين ما عندهم ما يدار، خاصهم معاه جوا من جد، خاصهم معاه غوتل باش يشوهوا عباد الله. يلا سيروا الصحافه الله يعطيكم اللقمه. وهنا انيس كيشوف وغتبدا تغطيه وجهها، ديري شي كاسكيط احسن. يطلعوها مسكينه لهاد الكروس هادي ولاد الكاميو هذا. انيس كيشوف راه امك راه قتلاتها اديبه واحبك ابني الغالي، عندك تنسى هادشي هذا. ولكن انيس خاصك اخويا ادله، باك دابا قال فيديو باش عرفتي هادشي بصح، واش كاين شي ادله؟ غيبقى يشوف فيه وتبقى تشوف فيه بحال فيها البكيه واش غيتبقى فيه ولا لا. المهم مشهد جد مؤثر. انيس كاع ما كي باي باي هذا الحبس. مسكينه بقات فينا الصراحه، انيس انتقم منها انتقام شديد حقا. وشوفوا على كاميو يا ربي السلام ديال الحباسه، مسكينه هي ما خصها ما قداش على اللوبيه والعدس والبيصاره. الله يستر يا ربي السلام. غيتبعوها الصحافه شادين الكاميرات بحال كيصوروا على الراسيه. وهنا انيس باقي كيشوفوا كيخنزر وغننتقلوا لمشهد اخر. نمشيو عند بهاره تبقى تخمم شي شويه، وواحد التليفون عاد ما عندها شي حد تيصوني في التليفون. شكون هذا؟ الله اعلم ما تقطع عليه. واش انيس كيصوني عليها؟ جا عندها ميسون. نهضر معاك بار 2 دقائق. شنو قصه مع اسماعيل؟ مالك؟ اش تتقصدي؟ شد الشفقه والصداقه اللي بيناتكم، راه جاني الفضول. اش هادشي واش عارفه اش تقولي؟ احترمي راسك شويه. غدابزي مع انيس وانتي غتمشي ديري لي علاقه معاه، بغى الحنان والبنان. شد الرساله هادي؟ واش بغا يولي حبيبك؟ شنو هي المشكله ديالك معاه؟ اش كتلمحي؟ وبركه ما تبقاي دير راسك ما فاهمه والو. وشوفي راه داو السيده الحبس وانتي كتهضري على الحب والغرام. الله يمسخك مسطيه انتي ما شأنك في العائله ديالي؟ انتي سنجاب ولا شنو؟ غتبقى تحشي الهضره هاد ميسون ما كتعرف حتى تهضر يا ربي السلامه. غناء موال. واش انتي باغا تاخدي لي اسماعيل؟ بهار انا راه ماشي عمر صغير تبقى يضحك عليا. حشمي شي شويه. اش بيني وبين داك اسماعيل؟ هو اللي جالس تيقرب ليا غتبعدي على اسماعيل؟ وانا ما نعقلش عليك مع انيس، غندير لك التوكل. يلا بعدي مني. وغتبدا تهدد فيها ودبارة تخرج عينيها. مشهد جد مؤثر. غتقول لها شوفي هاد القصر راه ديالي انايا، خرجي من الغرفه ديالي. غيبداو يدابزوا. جا عندهم نورهان. شنو الغوات هدايا؟ بنتك راه ولات تدير رجال، باغا دير لي اسماعيل وغتمشي. وتقول لها ما عرفاش اختك سخيفه كاع ما دي عليها، راه مسخوطات الوالدين. وتسدد الباب هذا دبار جالسه كتخبط عليهم الباب بحال شي مسخوطات الوالدين حتى هي صعراتها. وغنتاقلوا لعند اديبه، ها هي تيجيو عند ولاد بنتها. وهنا تابعهم حتى انيس. علاش جاي معاهم حتى انيس؟ دير في راسك انت شاده في الحبس وجالسه تشفق عليها. مسكينه هذيك السيده اللي ما عرفتش هاد البنت شنو سميتها دخلوها الحبس. هنا اراده غادي يمشي يشنق على انيس. اقول له وياك بلاتي عليك. المهم يشنق عليه ونشوفوا انيس في شي شكل. محمود امير يقول ليه تجعل هاد الفتاه الصغيره كتبكي. انا ملي كنت صغير شكون نحن عليا تحت السرير قتلوا ليا ماما وبابا. اسموها العداله، هذه هي العداله. وانت راه ما كاش تحش بيا. هادشي كاع ما انت انيس بلاتي. العائله ديالي والشركه ديالي باغا تخرج عليهم. طبعا انا بقيت في الشركه نقدر ما بقاش فيها. وغنتاقلوا المشهد اخر. نمشيو لعند ديك بيتزا ديك الخدامه داخل ميسون معصبه هي ونوران. امر محير. هادشي هذا ما عجبنيش والله. يا امي جلسي هنايا ناخذوا القبعات ديالنا ونجلسوا شويه ونمضغوا المسكه. شنو بغيتي تقولي؟ علاش تتلعبي؟ شكون هاد البيتزا اللي جالسه كتسمع لينا؟ لان وقاحه ومرائيه. هذيك راه متجسسه، قول لها تبعد منا.
من لا نستور يا بنت اش كديري؟ واش تتهضري مع شي واحد غريب عليك؟ اش من علاقه بيناتكم ولا بيناتهم؟ شوفي يا ماما، راه هذيك راك عارفه. واش تشوفي انت بيتزا سيري في حالك، هذا يكفي. انا نعطيك 5 اشهر، موعدك معي 5 اشهر ونجري عليك. سير جيبي لنا شي قهوه فيها الرغبه الا طلقي راسك، ما نبقاش انا نضحكي عليا وتسخري مني. سمعتيني ولا لا؟ سيري صوبي لنا القهوه، قهوه سخونه يكفي. ويجي اراده باش غيبقى يدافع على ديك البيتزا الخدامه. هذه كتغوت عليا، تدغدغني. نمشي عند إرادة. شوفي بركه من الغوات، احترمي راسك. وشوف انا راه بنت امير اتاها، نجمع راسك اراده. انت راه امك حمقى مشات داوها سبيطار الحماق. احترم راسك، ما نجعلكش تمرض عليا المراهق. وغتبدا تحشي لي تا هو الهضره 10-0. ميسون دقيقه انا رجع لك، سمح لي التليفون كيصوني. الو السلام عليكم. نعم انا ميسون، انا رياضيه الذكيه المشهوره. نعم بنته. اي شنو غدا؟ غنستشير مساعده ان شاء الله. نقدر نكون مسالي، نقدر نكون ما مسالياش. نعم سيدي، كيتصلوا بيا بالراديو ميكروفون، بغوني على واحد البرنامج روبورتاج. وتبدا تخربق عليهم ويقوموا بتقديم تقرير لانهم اشهر فرد في عائله اتاهان. يقول لي بحدود كل هادشي اش من عقل عندك؟ شوف انا راه ما غاديش نبقى نتعاطى معاك، سير في حالك السي اراده. ميسون في الاساس انا طالع لي الدم. كيفاش غتأذي ميسون ولدي؟ سير ولدي بعد منا، غادي تقول لي نورها. اش تقلد التربيه؟ بسال لا نطردكم كاملين نتوما، بلاتي عليكم، بلاتي عليكم الشرفت هرفت. ولدي شكون نتايا؟ انت من خالك محمود امير. وانت شنو كتجيه؟ انت ولد الحمقى. يلا سير الله يعاوننا ويعاونك. اليس كذلك. بلاتي راه حنا اللي غنطردوك واقيلا ما حشمتيش. ذهب وقول هذا الكلام هذا شي واحد اخر. يلا ديك الساعات راه نوريك انا الفيستا هادي ديالي. بلاتي عليكم. المهم تبدا تضحك ميسون، راه تقول ناري خلاتيه. تبارك الله عليك، انسانيه ما كتشتراش بالنقود، راه قلت التربيه هادي. انت ربيتيني مزيانه ماما، شكرا لك. غنتعاقلوا لمشهد اخر. يعني غيمشي لعند باهر. نعم نقدروا نهضروا. ما تهضر معايا ما نهضر معاك، سير بعد مني. خاصني نهضر نقول لك شي حاجه. لا ما تهضرش معايا، سير بعد مني يا انيس. علاش كدابزو؟ ما فهمتش. ما كاين حتى شي حاجه، ما كندابزو ما والو. الا سمحتوا نقدروا نهضروا بجوج بينا. سيروا دخلوا الله يعاوننا ويعاونكم. واش كاين شي مشكله ولدي انيس؟ الا ما كاين لا مشكله والو نجلاء. ما تقلقوش، عاد دخلوا في حالاتكم. وغتخرج باغا لابسه الفيستا ديالها او ثم مساء غيمشيو وغنتاقلوا لعند هذيك البيتزا. هي عاوتاني تحل الباب. شكون تما؟ بقى يدخل انيس هو وباهر. الله اعلم، ما عرف شكون اللي غيدخل. المهم هي جايه ديك جوليا. هي جاءت جوليا. مرحبا والف مرحبا، مرات محمود امير. جلسي كان رئيس جاء. اجي نهضروا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وتبقى تشوف فيهم. كي دايره جوليا؟ بخير الحمد لله. اهلا بك. جلسي جلسي يا ماما. اختي دنيا كيفاش حالك؟ واش تضايقتي؟ واش طلع لك الدم؟ مزاجي سيء. شنو شفتي الاجتماع ولا لا؟ فين هو محمود امير؟ راه منزعج بزاف، المعنويات ديالو في الارض. راه خرج. فين؟ شنو طرا؟ واش ما عارفاش راه تعقلوا جده داوها هذيك اديبه داوها للحبس. واش تعقل امي؟ اولي ناري على مصيبه كحله. راه انيس هو السبب في هادشي كامل. محمود كاع ما اتصل بيا. علاش يتصل بك؟ شكون انتيا؟ راه مراته، ولكن كاع ما مسوق لك. هو مسوق عندك ميرفت وغتبغى دابا بالتليفون. شوفوا فيها التذمر هذا. ناري العيالات عندهم نص عقل وانتيا راجل حتى راه برا. طبعا يا بناتي الصبر وصافي. غتبدا تشرب القهوه شويه، تبدا تقول سلطانه نورهان. في النتيجه كل العائله ديالي نهتموا بالعائله ديالنا، وهذا القصر هذا مزيان. بنتي قمنا بكل هاد الاعمال هذه سبب هاد الشيء هدايا، لكن والدك ما كيجيش معنا، لا سيما في امور في هاد الحاله هذه. مبقاش عنده الطعم. احنا مخلوعين مع داك صالح. غنتاقلوا لمشهد اخر.
غادي نمشيو لعند هاد جوليا. الو جاوبها محمود امير، علاش ما كتجاوبنيش؟ علاش ما كتجاوبش؟ انا مراتك، حشومه عليك من المزيان. وهنا ما بغاش يجاوبها. ما اتصليش بزاف دنيا جوليا، بغا يبدا يشرب في الشراب خبيث. هاد محمود امير تا هو ما سالش، غيصيفط لها واقيلا غيعيط على هذيك حسرات. شتي هي كتحبو وهو كيحب هادي، وماشي كيحب شي وتا شي واحد ما كيحب شي، والقضيه مرونه. الو محمود امير، حسرات بخير؟ شنو طرا؟ ماما رداوها، رماو امي في السجن. اكثر انسان ثقت به هو انيس، داها بلغ عليها، صيفط للخريز والحبس. امي ليست هنا دنيا. المهم انا مرون دابا، هي مرون، العائله مشات، الله يعاون، باي باي، ما عندي حتى شي حيله. ارجوك ارجعي عندي، راكي ملي مشيتي بحال النحس جاني، حقيقه متاسفه بزاف ما نقدرش نجي. ربما علي الاتصال بشخص اخر، انيس هو اللي دار هادشي. اصبحت وحيدا، ما عندي حتى شي حد. محمود دمتي سالمه. حسرات ميرفت غيقطع عليها بحال مقلق، باين غادا تمشي حيت غيبقى فيها بزاف هذا محمود امير. حسرات المهم غيبدا يقطع في الوراق ويبدا ينتف في شعره، ولا تجي عنده واحد سكرتيره. بخير بخير، انا بخير، وسكرتيره بوغوصه هادي. غنتاقلوا المشهد اخر، غنمشيو لعند انيس، مشى للدار، غيدي مراته مع عفوا خطيبته. شوفي الفيديو، شوفي، اجي تشوفي تفرجي نتيا. ها نتيا ريتروفيزور، شوفي معايا في التلفازه هادي. انيس ولدي الغالي، هادشي اللي غتشوفو معرفتش العمر ديالك شنو غيكون. هادشي غنخبرك به حقيقه صعبه جدا، حيت امك في خطر والحياه ديالي تهديدات بزاف. شركة اهان بيع حصاتي، بغاوني نبيع، انا ما بغيتش نبيع. هاد الدميه هادي عرفتي شكون هي؟ اديبه اتاهان، هي اللي طرات شي حاجه لي ولا لامك، راه هي اللي كتقتل. قتاله اديبه اتاهان، ابني الغالي احبك اكثر من روحي. المهم عندك تنساني، لاننا لن ننساك ابدا، تهلا في راسك. المهم باغي غتنصادم. فين لقيتي هاد المشاهد هادي؟ جابهم لي نديم، وصيه ابي لي، عطاها وصلت لي مؤخرا. انيس عرف كل هادشي راه مهم عندك، ولكن ما تقدرش ترجع والديك، عجوز غترميه في السجن، وراه هي اللي سرقت الطفوله ديالي وحياتي. واش بغيتي ندير لك؟ نتحدثوا على العداله بهار. سمعت ديك المره، ولكن مره اخرى ما نقدرش نسمح ليها. عائلة أتاهان يختنقون في ظلامهم. أجالك تفعل هادشي هذا المشاعر انتقام، ماشي حشومة عليك. علاش تنتقم؟ ما مزيانش تنتقم، وغننتقلوا لمشهد آخر. محمود أمير غادي في الطوموبيل، عندك طرا ليه شي كسيدة، ها أنت تيدير الفار، شنو المخربيق ما تيعرف تيسوق، داير يدير شي كسيدة يتقلب. ونمشيو لعند نوران جالسة كتبوس فمها، تقول لها تهلاي في راسك، سيري لديك الدويرة الصغيرة اللي في هاد القصر هذا. تقول لها الدكان، واش غتبقى لنا داك الدكان ولا لا؟ جمع عقلك، دابا ما كاين لا دكان لا زعتر. هو جاي محمود امير ناري على سياقه عنده، ناري على كسيده. هو زنزال هذا، دار كسيده مع الخاصه. محمود امير شنو الضجه هادي؟ هو اللي حي. شوفوا معايا على كسيده شحال خايبه، جاب الله دارها في الدار. اولي النافوره، اولي هرس النافوره كافوره. هو محمود امير خرج ليه غير باق، ولا ما شنو داك التخربيق. ديري لي ملاي وقال لك زعما ايرباك خارج. شوف القوه البيديه ديال التواركه، ما بقى ديري خرجوا حتى ايرباك. محمود امير ما عرف ما يدير، غيحاولوا ينقذوه. هو اللي حي. بخير لا تقلق وانا بخير. انت اسد، انت سبع، لو ضبع. بخير لا تقلق، ويا لك سيده كي دايره. المهم راه بابا سكران، سمحوا لينا، يذهبوا الى البيت. هيا يلا سيروا، الله يعاوننا ويعاونكم. حتما اتصلي بي، يلا الله يعاون. ما نقدرش نخليك بوحديتك محمود امير، واش كتقلب؟ اتركوني بمفردي، خليوني عليكم، اياك لا تتركوني. اصبحتي عاطفيا بزاف بابا، طوموبيله خرجتي على والديها، ما نخليكش بابا، اياك ان تتركني. انت تاني اختي جوليا، وقفت السياره بشكل خاطئ، والتعين سالينا السياره دابا، ودخلو حتى لبيتو. واش واثق ما باغيش تمشي للطبيبه بابا؟ بخير بنتي، سيري تجلسي. المهم انا نتكا،
وسير أصاحبي دوش راك سكران في كريحة الشراب. إياك أن تذهبي، جلسي معي يا بنتي، لا تتركيني أنت أيضا، لا ما أقدرش نمشي ونخليك بابا، مؤسف. إياك أن تذهبي. وهنا مراته تبطل عليه لن تعود مرة أخرى. أحب أمك كثيرا. وغتسمعوا جوليا. حتى لهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة ديالنا. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.